في كلية إعلام بنات الأزهر كان الشغف هو المحرك والإبداع هو العنوان. الجزء العملي ما كانش مجرد تكليفات، دي كانت مساحة البنات فيها بيحلموا وبيجربوا وبيخلقوا أفكار جديدة بكل حب وإصرار. كل مشروع كان حكاية، وكل فكرة كانت خطوة في طريق الأحلام. في أزهريات زمان هنسمع حكايات البنات اللي سابوا بصمتهم بموهبتهم وإحساسهم الحقيقي، والنهاردة هنشوف مع بعض واحد من المشاريع اللي قدمتها طالبات زمان. إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. العدسة الزوم بتقرب، بتكبر، بتوضح، وبعد 6 زوم هنقرب من بنت اليوم. زوم على بنت اليوم. دعاء صبحي. ونتعرف على بنت اليوم اللي هنقرب منها النهارده. زينب نصير، تانية إعلام أزهر. زوم. زينب، انا عارفه ان انت بنت اكتف قوي، واضح من كلامك قبل الحديث وقبل التسجيل. انا عايزاكي تنقلي لمستمعينا انت بتعملي ايه دلوقتي وانت طالبه في الكليه. أنا بعمل حاجات كتيرة قوي تبع الكلية وبره الكلية. مثلا بحاول أشترك في أي تدريب تبع التلفزيون، تبع الإذاعة. بحاول أنتهز الفرصة دي عشان أبقى عندي خلفية عن الموضوع. طبعا ودخلت مجال الصحافة كمان، بشتغل في الأهرام والنبأ الوطني. دخلت على موقع الإنترنت والإلكترونية وكده. الأهرام، البوابة الإلكترونية للأهرام والنبأ، بنازل ورقي وإلكتروني. وبتعلم موسيقى كمان. بس انا شايفه ان الوقت 24 ساعه ده كتير، يعني ممكن نعمل فيه كل حاجه. انت بصراحه خايفه ان انت بعد كده الحاجه اللي انت تختاريها ما تعرفيش تشتغلي فيها، فعشان كده بتحاولي تتعلمي حاجات كتير قوي عشان اي حاجه تطلب تلاقي نفسك فيها؟ لا، هو مش خوف. هو زي ما تقولي انانيه، حب ذات. انا عايزه ابقى عندي كل حاجه وعارفه كل حاجه. لان الزمن اللي احنا فيه مش بتاع ان انا اقعد واستنى شغل او اقعد واستنى تدريب او لا، لازم انا اللي انزل ادور، اتبهدل، اتسحل لحد ما الاقي حاجه تليق بيا او الحاجه اللي انا حباها. ولازم طبعا يكون عندي معرفة كبيرة جدا. انت عارفة احنا في زمن الانترنت دلوقتي والدنيا ماشية بسرعة الصاروخ، مفيش حد بيستنى حد. زوم. انا بصراحة سعيدة بافكارك دي جدا، ويا ريت كل الانانية او يعني التفكير في الذات يكون بالشكل ده، انه يكون طموح ويحاول يحقق خطوات جادة في مستقبله. انا عايزة اسألك كمان سؤال. انت الفكر اللي انت فيه ده او التفكير في المستقبل بالشكل ده تساعدك فيه الأسرة؟ حد من أساتذتك مثلا هو اللي دفعك فعلا ان انت تفكري بالشكل ده، ولا انت مع نفسك كده؟ هو في 3 عوامل. اول حاجه، لو مش عندي اراده كان زماني في تحت الارض، مش فوق الارض حتى، بساوي 0 حتى. أكيد. تاني عامل بابا، بيساعدني كتير وبيشجعني كتير جدا. تالت عامل هو اولا واخيرا دكتور حسن، معايا دايما بيشجعني على طول، بيدرس لي في الكليه، بيدربني عملي وكده. فانت شايفاه القدوه ليكي، وعلشان كده اكبر ماشي. قدوه دكتور حسن معايا. زوم. طبعا في النهايه زينب، انا عايزه اعرف منك بتعملي ايه في الكليه؟ حاولتي مثلا تتناولي موضوع معين بشكل فيه تعمق؟ طبعا موضوع التحرش هيجنني وهيجنن البنات كلها. بالاسلوب اللي بقى موجود دلوقتي، اللي هو ملوش سبب وملوش معنى غير انحلال وانحطاط مستوى اللي بيتحرشوا او الولاد بمعنى اصح. لان ايه مبرر ان انت تعمل حركه زي دي؟ انا عايزه افهم. اصل زمان كان ستينيات، ما تقوليش لبس شكل ما اعرفش ايه، دلوقتي منقبه بيتحرش بيها، المخمره، المحجبه اللي مش لابسه حجاب. طب زمان ايام الستينيات كانوا بيلبسوا قصير، ما كانش ده بيحصل. مامتي كانت بتحكي لي شعرهم وباين والكلام ده، بس كان في اخلاق. طب انت لو عملتي برنامج عندها هتتناوليه ازاي؟ هو انا معايا سكريبت عاملاه سريعا كده قولي. طيب مش تبع يعني الدكتور بتاعي. ماشي. هو مذيع ومذيعه بيتكلموا مع بعض قبل الهوا وبعدين بعد الهوا بيتكلموا. فهو بيبتدي ان هو يقول لها، يعكسها: اهلا يا قمر. عيب يا استاذ. طيب ليه الغلط ده؟ انت مش شايف ان انت بتعاكسني واحنا على الهوا؟ يعني تكونيش عايزاني اعاكسك بعد الهوا؟ بصراحه انت تتعاكسي. شكلك كده بتهرج. ممكن نتكلم جد شويه عشان عايزين نبدا تصوير. ما احنا بنصور اهو. بنصور ايه يا استاذ؟ ما كل ده هيتشال في المونتاج. المخرج بيدخل: ستاند باي يا اساتذه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين من برنامجكم الروح الرياضيه. كان معاكم المذيعه زينب ومعاكم المذيع حسن. هنتناول النهارده وجهه نظرين مع وضد، وعشان احنا ضد البنات اللي بتعاكس الولاد، احنا هنكون معكم نوريكم ان الولاد بياكلوا مع الذئب وبياكلوا مع الراعي، ومش عايزين يعترفوا ان المعاكسات سببها النظره الدونيه من الولد للبنت.
بالعكس انا شايف ان سبب هو خلاعة البنات اللي بتدي فرصة للولاد انها تعاكس. معانا مداخلة تليفونية ونقول الو استاذة منى اتفضلي. يا استاذ حسن عايزه اقول لك ان ده مش حقيقي، اللي بتقوله مش حقيقي خالص، لان ايام الستينات كانوا بيلبسوا اصعب من كده وما كانش فيه الانحلال الاخلاقي ده. زوم على بنت اليوم. دعاء صبحي. شفنا النهاردة إبداع طالبات زمان وشغف لسه بصمته موجودة. استنونا في حلقة جديدة وحكايات تانية من أزهريات زمان.